عصري. والدة إبراهيم شيكا تكشف لحظة سرقه أعضائه. هبه التركي دمرته، ومروه بنت مبارك كشفت العصابة. حط يده في منطقه حاء سين سهاء. شاهد فيديو الفنان رامز جلال والمذيعه مهيره منتهى قاف لام الأدبي. اكتشفوا كاف أريثة في بطنه. مفاجأة في جثمان إبراهيم شيكا وعلاقته بوفاء عامر، الحقيقة الكاملة. مفاجأة خطيرة في جثة إبراهيم شيكا. جرح غامض ورد فعل صادم من وفاء عامر. جمرح كبير في جنبه اليمين. محامي إسره إبراهيم شيكا يكشف بالمستندات مفاجاه من العيار الثقيل. بتاخد أعضاء الستات بتوع الدار. مفاجاة وراء مطالبة محاسبة سمر نديم صاحبة دار زهرة مصر. مماتش من السرطان. مفاجأة في شهادة وفاة شيكا، والمحامي يعلن كارثة فنتيجة تحليل جثته تؤكد كلام مروه. بتاخد أعضاء الستات بتوع الدار. مفاجاة وراء مطالبة محاسبة سمر نديم صاحبة دار زهرة مصر. سرقوا أعضائي ورموني في الشارع بلبس العمليات. أول حالة موثقة لسرقة الأعضاء في مصر. يا وجع القلب، وفاة عريس المنيا المسن في شهر العسل، حرام عليكم. مفاجأة. القبض على الفنان حمادة هلال بسبب الجريمة التي حدثت داخل فيلته. الشرطة تكشف الحقيقة. كانت هاء موت مفاجئه أثناء محاكمة مروه بنت الرئيس داخل المحكمة. وفيديو إبراهيم شيكا ابن شافوه. مفاجأة. استخراج جثة شيكا لمعرفة سرقة أعضائه والتحقيق مع أعضاء الأسرة. مفاجأة صادمة. دين مراجيح كليتها اختفت قبل وفاتها، واستخراج جيم ثاء شيكا لمعرفة سرقة أعضائها. بدلوا الجثة وسرقوا الكيلة الشمالة. مفاجأة فيديو المحامي بعد قرار استخراج جثة شيكا لتشريحها. مفاجأة. سرقة أعضاء الفنان سليمان عيد هي سبب الوفاة، وعربية مرسيدس لضمان سكوته من غير كليه ولا كبد. مفاجآت أمشيك بعد إجراء تحليل جثته وفاء عامر وارملته السبب، وتؤكد كلام مروه. على الجزيرة أرابيك لايف، قناة الجزيرة، البث الحي، البث المباشر. كانت هاء موت مفاجئه أثناء محاكمة مروه بنت الرئيس داخل المحكمة. وفيديو إبراهيم شيكا ابن شافوه. وقعت عالارض من التعب بكاء. مروة بنت مبارك تنهار داخل المحكمة، وفرحة وفاء عامر وارملة شيكا مفاجآت المحاكمة. والدة إبراهيم شيكا تطالب باستخراج ابنها وتتهم هبة التركي. كلام مروة حسني مبارك هي طلع صح ولاية. عاجل. تشريح جثة إبراهيم شيكا ووالدته تصرخ. خد أعضائه. شاكه في وفاء عامر ومره بنت مبارك السبب. مفاجأة صادمة. دين مراجيح كليتها اختفت قبل وفاتها، واستخراج جيم ثاء شيكا لمعرفة سرقة أعضائها. لو المرة إبراهيم شيكا تكشف من وراء سين رقة أعضائه. طلبت تشريح جثة ابني عشان نثبت أن سرق أعضاءه. مفاجأة. استخراج جثة شيكا لمعرفة سرقة أعضائه والتحقيق مع أعضاء الأسرة. سرقوا كليه ابني وبصموة علي بيعها. إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها وتتهم هبة تركيا ووفاء عامر شيكا. بدلوا الجثة وسرقوا الكيلة الشمالة. مفاجأة فيديو المحامي.